عمرك خدت قرار بعدين قلت لنفسك أنا عملت كده ليه؟ اشتريت حاجة غالية وانت مش محتاجها؟ بعت رسالة وانت عارف انها هتبوظ كل حاجة؟ رجعت لشخص بعد ما وعدت نفسك انك مش هترجع له تاني؟ لو ده حصل معاك فالحل مش في عقلك الواعي، ده في العقل اللي محدش بيشوفه، العقل الباطن. في الفيديو ده هقولك على 4 أسرار خطيرة عن العقل الباطن، أسرار بتتحكم في قراراتك حتى من غير ما تحس، ويوم ما تفهمها حياتك كلها هتتغير. السر الأول، العقل الباطن ما بيفرقش بين الحقيقة والخيال، تصدق أو ما تصدقش عقلك الباطن بيتعامل مع المعلومة سواء كانت حقيقة أو مجرد خيال على إنها واقع. يعني لما تتخيل إنك فاشل بيصدق، ولما تقرر لنفسك إنك مش محبوب برضه بيصدق. العقل الباطن بياخد المعلومة وبيشتغل عليها كأنها حصلت خلاص، وده السبب إن الأفكار السلبية ممكن تدمرك حتى من غير ما تحصل فعلا. مثلا في تجربة شهيرة، خلوا مجموعة من الناس يتخيلوا إنهم بيمارسوا التمارين الرياضية من غير ما يتحركوا، والنتيجة عضلاتهم زادت بنسبة ملحوظة. ليه؟ لأن العقل الباطن صدق إن التمرين حصل فعلا، فبدأ يشتغل على رد الفعل البدني. السر التاني، العقل الباطن بيكره التغيير وبيحب الأمان. كل مرة بتفكر فيها تخرج من منطقة الراحة بتاعتك، سواء تبدأ مشروع أو شغل أو تغير أسلوب حياتك، عقلك الباطن بيبدأ في تشغيل آلية دفاع خطيرة اللي هي الخوف. بس الغريب، الخوف ده مش حقيقي، ده مجرد تحذير وهمي بيصدره عقلك الباطن لأنه بيعتقد إن أي تغيير خطر، وده اللي بيخليك تقول لنفسك بلاش دلوقتي، مش وقته، أنا مش جاهز. ودي كلها أفكار مزيفة بيصنعها العقل الباطن عشان يبعدك عن أي حاجة مش معتاد عليها. السر الثالث، العقل الباطن بيتبرمج من 3 حاجات: التكرار، العاطفة، الصور. يعني لو سمعت حاجة كتير وبمشاعر قوية ومعاها صور هتترسخ جواك، وده بالظبط اللي بيحصل في الإعلانات. ليه إعلان بسيط بيخليك تشتري حاجة عمرك ما فكرت فيها؟ لأن الإعلان اشتغل على ال3 مفاتيح: كرر نفس الرسالة، حرك مشاعرك، وقدمها في صورة بصرية قوية. ونفس الكلام بيحصل في قرارات حياتك. لو حد قالك انك مش كفء او غلطان او فاشل بشكل متكرر وبصوت عالي وانت متأثر، عقلك الباطن بيسجل ده وبيبدأ يتصرف على اساسه. السر الرابع، العقل الباطن هو المتحكم الحقيقي بنسبة 95%. العلماء بيقولوا إن 95% من قراراتك اليومية بيتم اتخاذها عن طريق العقل الباطن. يعني انت مش اللي بتختار فعليا، انت بس بتنفذ. وعشان كده ساعات تلاقي نفسك بتعيد نفس الغلط مع انك فاهمه كويس، وبتدخل في نفس العلاقة السامة، بتاخد نفس القرار الخاطئ. ليه؟ لان البرنامج اللي جوه عقلك الباطن بيقول كده. عقلك الباطن مش شرير، بس هو مبرمج، ولو البرمجة غلط النتائج هتفضل غلط مهما حاولت. العقل الباطن مش مجرد صندوق سري، ده اللي بيقود حياتك من ورا الستار، ولما تبدأ تلاحظه وتراقبه وتعيد برمجته، ساعتها بس هتبدأ تاخد قراراتك بإرادتك مش بإرادته. كل ما تفهمه أكتر كل ما حياتك تتغير أكتر. قولي في التعليقات إيه أكتر قرار غريب أخدته في حياتك، وهل تفتكر إن عقلك الباطن علاقة بيه؟ وافتكر دايما إنك مش ضحية عقلك الباطن، إنت سيده. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة من دماغ تانية، القناة اللي هتخليك تبص للعالم من زاوية مختلفة تماما.